إذا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. غادي نشوفوا بشكل مختصر أمثلة باش تعرفوا الطرق المختلفة اللي تقدروا تستخدموا بها شات جي بي تي. بالنسبة للناس اللي مكيعرفوش شات جي بي تي هو واحد الأداة ديال الذكاء الاصطناعي اللي كطرح عليه أسئلة وهو كيجاوبك وكتعطيه وكتقدر تطرح الأسئلة ديالك في أي مجال بغيتي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا نهضروا مع هذه الاداه عن طريق لي برومبت هما الميساج اللي غنكتبوا ليه هو السؤال اللي غنطرحوه على الاداه ديال الذكاء الاصطناعي باش نلقاو باش يعطينا الجواب. كاين هنا ثلاثه تاع الطرق باش تهضر مع الذكاء الاصطناعي او باش تقول السؤال ديالك للذكاء الاصطناعي. كاين يا اما الطريقه باش كتكتب هنايا في هذه البلاصه هذه، يعني كتكتب لنا السؤال وهو كيجاوبك. وكاين الطريقه الثانيه هو انك كدير واحد الفيديو، كتكليكي على هذه الايكون هذه وكدير واحد المقطع صوتي ديالك. هذاك المقطع الصوتي اللي كتكريه كيحوله هو لتكست، وبالتالي كتورك على اونطري وكتقدر تهضر معاه بلا ما تكتب. الطريقه الثالثه هي انك كتقدر تهضر مع الذكاء الاصطناعي مباشره ملي كتكليكي على هذا البوطون هذه. غنشوفوا هاد ثلاثه تاع الطرق بواحد الامثله. قبل ما ندوزو للامثله، باش تمشي توصل لاداه شات جي بي تي، كتكونيكتا في الكونت تاعك تاع الجيميل. من بعد كتمشي كطابي شات جي بي تي بوان كوم. كيطلب منك لوثنتيفيكاسيون، يعني تسجيل، وكتقدر تسجل عبر الايميل. من بعد ملي كتسجل عبر الايميل عندك هاد لي منيو هادو. غادي نشوفوهم بعجاله باش ما ندخلوش في التفاصيل بزاف. هنا كتكري واحد نوفو شات، يعني كتكري واحد المحادثه جديده معاه. هنا كتغوشيرشي في الشات الكلمات اللي سبق لك ديجا تكلمتي معاه فيها. مثلا هما هادو اللي عندي انا، هادو ديجا انا كنت فتحت واحد محادثات معاه وكيخليهم هنا، يعني يعني تقدر ترجع ليهم وقت ما بغيتي. بالنسبه للبيبليوتيك وبروجي، بالنسبه لدابا ما نشوفهمش لان غنمشيو للحاجه المهمه. غادي نشوفوا الاكزومبل الاول، هو انني مثلا غادي نتكلم غنطرح واحد السؤال للشات جي بي تي وغادي نشوف الجواب ديالو. مثلا نقدر نقول ليه اعطيني، نقدر نهضر معاه باي لغه. اعطيني ثلاث مميزات ديال مقاول. اذا الجواب كان روح المبادرة، القدرة على التحمل والمثابرة، الرؤية والتخطيط. هاد الطريقة هذه تقدر تستخدمها إلا كنتي بغيتي مثلا واحد الأجوبة بشكل عادي، يعني واحد الأجوبة بواحد الشكل شمولي. ولكن إلا كنتي بغيتي تتكلم معاه بواحد الطريقة أكثر احترافية، الحاجة اللي كنصحك بها هي تستعمل الكونتكست. يعني قبل ما تهضر معاه خصك تقول ليه الكونتكست اللي بغيتي، من بعد طرح عليه السؤال بواحد الشكل، يعني باش تفهمني اش كنقول. الا مشيت هنا درت واحد المحادثه جديده وكتبت ليه مثلا هنا، غادي نقول ليه غنعطيه مثلا دابا الكونتكست، غنعاود نعطيه نفس السؤال ولكن هذه الطريقه بشكل احترافي. غنقول ليه مثلا، نقدر نهضر معاه باللغه الفرنسيه، نقول ليه مثلا imagine مثلا que tu es مثلا un investisseur et tu cherches des entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies d'information. Les profils doivent être doivent avoir au moins. عفوا باش نكملوا الفيديو. كتبت لي les profils doivent avoir au moins مثلا
20 ans d'expérience dans divers projets. من بعد هنا شات جي بي تي كيعطيك هذاك الكونتكست ولا البروفيل اللي انت درتيه ليه. اذا هنا هو فهم علاش من الموضوع انا غندوي معاه فيه. من بعد هنا كتبت ليه بان ترادوي موا هذاك الشيء اللي كتبو هنا بالعربيه. اذا ها هو عطاني الكونتكست بالعربيه غير باش نبين بان راه يمكن لك تهضر معاه بلغات مختلفه وحتى في المحادثه كل محادثه يمكن لك تهضر معاه بلغه على حسب انت اشنو بغيتي تقول ليه. من بعد عطيته سؤال ديال اعطيني ثلاثه تاع المميزات ديال المقاول. هذاك السؤال اللي طرحنا عليه في النوبه الاولى اللي هو هذا، واللي كان الجواب ديالو هو هذا: الاستقلاليه، الحريه في العمل، تحقيق الارباح والتطوير. كنظن هذا هو الجواب ديالو، لان المحادثه الاخريه هذه روح المبادره، القدره على التحكم، الرؤيه والتخطيط. اذا هنا طرحت عليه نفس السؤال، هنا عطاني الجواب. الفرق ما بين هذاك الجواب الاول والجواب الثاني، هذا الجواب الثاني غادي يكون بطبيعه الحال غادي يكون دقيق اكثر من الاول، لان هنا في هذا الجواب في هذه المحادثه هنايا درنا فيها الكونتكست، البرومبت سو فورم كونتكست، عاد عطيناه الجواب، عاد عطيناه سؤال اخر. اذا طبيعي هذا السؤال هذا غادي يكون ادق من السؤال الاول. هنا مثلا ذكر لنا مساله ديال افكار جديده، هي عندها علاقه مثلا مع هذاك الدومين اللي كتبت ليه، هو الدومين دي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون. اذا هذه الطريقه الثانيه، هذه الطريقه الاولى عفوا باش تهضر مع شات جي بي تي. الطريقه الثانيه هي انك كدير واحد رساله صوتيه، ماشي رساله ولكن كدير الصوت تاعك وكيحول الصوت للكتابه، وبالتالي يمكن لك تحدث معاه غير بهذه الطريقه هذه. اذا جيت مثلا هنا غادي نحاول نعطيه نفس السؤال ولكن هذه الطريقه، هذه النوبه بالطريقه تاع الصوت. اعطيني ثلاثه المميزات ديال المقاول. اذا ها هو كتب لي هذاك الشيء اللي بغيت نقول ليه، كتبوا لي حولوا لي من الصوت، حولوا لي التكست، وبالتالي يمكن لي نكليكي على هنا باش ندير معاه المحادثه، وغيعطيني تقريبا غادي يكمل لي هذاك المسائل اللي كان قالهم لي في الاول، غادي يعطينا هنا مسائل اخرى. هاد الطريقه هذه ديال الديكتي مهمه الا ما كنتيش مثلا بغيتي تكتب، كنتي مثلا كترتاح اكثر في الصوت تقدر وكل كتبه. اذا هنا هذه مهمه عاوتاني كتختصر عليك الوقت والجهد. اذا ما غنكملش ليكزومبل حيت باين، غادي نديرو غادي يعطيني غادي يكمل لي الجواب ديال الجواب السابق. المساله الثالثه باش تهضر مع الذكاء الاصطناعي تقدر تهضر معاه هنايا المود فوكال، يعني تهضر معاه على المباشر. هاد قبل ما ندير لكم المثال، هاد المساله مهمه مثلا الا كنتي بغيتي سؤال جواب، ولا كنتي مثلا بغيتي تعلم اللغات ولا تعلم اي شيء، يعني يمكن لك تحدث مع واحد الشخص سؤال جواب. هذه انا كنستعملها باش مثلا تعلم اللغات. اذا غنبين لك لوتيليتي مثلا ديال هاد كيفاش غتقدر تستعمل هاد المساله الثالثه، التحكم بالهضره مع شات جي بي تي. السلام عليكم. Bien sûr. Voici trois السلام caractéristiques d'un عليكم. entrepreneur. السلام عليكم. 1. واش يمكن لك تهضر لي معايا بالعربيه؟ وعليكم السلام. كيف نقدر نعاونك؟ واخا تقدر تهضر معايا باللغه الانجليزيه؟ Of course. How can I help you today? I want just to talk with you. Sure, I'm here for you. What would you like to talk about? Okay. Can you speak in French with me? Oui, bien sûr. De quoi aimerais-tu parler? D'accord. Donne-moi 3 caractéristiques d'un entrepreneur. Bien sûr. Voici 3 caractéristiques d'un entrepreneur. 1. La passion. Un entrepreneur est D'accord. passionné par... Désolé, je vais devoir t'interrompre. Merci beaucoup. C'était juste un test. Merci.
Pas de souci. Merci à toi. N'hésite pas à revenir si tu as besoin. À bientôt. اذا كي كتلاحظوا بان هاد لوبسيون الثالثه اللي تمكن لك باش تهضر معاه اونلاين مهمه بزاف. اذا باش نلخصوا اشنو شفنا في هاد الفيديو هذا، اننا يمكننا نهضروا بثلاثه الطرق مع شات جي بي تي. الطريقه الاولى هي كتابه النص عادي، هو غادي يعطينا الجواب. كنقدروا نهضروا بواحد الطريقه احترافيه معاه، الا عطيناه الكونتكست عاد عطيناه السؤال. بهذه الطريقه هذه كنعرفوا كنحددوا البروفيل اللي بغينا نهضروا معاه بشات جي بي تي. حتى هو كيفهم اش من الموضوع اللي بغينا ندوي معاه فيه كيفهمها. الطريقه الثانيه هو تحويل الصوت الى 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 تكست. هنايا هذه الطريقه هذه مهمه باش كتوفر عليكم الوقت وكتوفر عليكم الجهد. والطريقه الثالثه هي تهضر معاه مود فوكال، يعني تهضر معاه مباشرة. اذا شكرا على التتبع ديالكم لهذا الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل. شكرا.